دخلت التاريخ من أبسع أوله. أهلا بكم. في البداية أنا الدكتور صلاح مكاوي رئيس مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس. برحب بحضراتكم. بداية التنسيق بدأت من اليوم. أعتقد وأنتوا داخلين البوابة شفتوا الترتيبات من أول البوابة لغاية مكان التسجيل. إحنا عندنا مرحلتين. مرحلة أولى في الأنشطة الطلابية ودي يدوية، دي بالإيد. الطالب مع ولي الأمر بيسجل رغباته، بعد كده بينتقل بمفرده لهذا المكان المجهز. لو في زحمة في بريك بينتظر مكان مكيف، بيأتي إلى هنا. زي ما انت شايفة كده في طالبة بتسجل دلوقتي ليها 60 رغبة، بتخش إلكتروني معها متخصصين بيوجهوها عشان المناطق الجغرافية ألف ب ج. كل الجامعة من أول رئيس الجامعة لأقل عامل مستعدين لاستقبال الطلاب لراحتهم. أنا الدكتور أحمد الشامي، نائب مدير مكتب التنسيق في جامعة قناة السويس في الإسماعيلية. الحقيقة النهارده أول يوم التنسيق المرحلة الأولى. طبعا عملنا استعدادات طيبة الجامعة قامت بيها أكتر من شهرين، بحيث إن هو النهارده أول يوم في مرحلة التنفيذ. كافة سبل الراحة الطلاب بتكون متوفرة، بداية من دخولهم من بوابة الجامعة لغاية الانتهاء من مراحل التنسيق. كل مراحل بيعدي عليها طلبة احنا يسرناها له حقيقة، وقدمنا له كافة الخدمات والسبل الممكنة بحيث ان هو يقدم الخدمة تتقدم له على أجمل وجه ممكن. الطالب في بداية المرحلة الحقيقة من أول ما دخوله من بوابة الجامعة يبتدي ممكن نستعين بوسيلة مواصلات اللي هو الطفطف اللي عندنا الرئيسي، بتنقله من بوابة إلى مكتب التنسيق. مكتب التنسيق بينقسم مرحلتين. مرحلة أولى بنسميها الأنشطة الطلابية، والهدف منها إنها يعني بتستقبل أولياء الأمور مع الطالب، وبيقعدوا مع بعض بيختاروا الرغبات اللي هي حددتها مكتب التنسيق العام، اللي هي السنة دي لأول مرة بيبقى طالب يسجل حوالي 60 رغبة. كان السنين اللي فاتت 48 رغبة، نتيجة اللي في بعض الكليات الجديدة تم فتحها عندنا بجامعة قناة السويس، مثلا زي كلية الألسن على سبيل المثال يعني. فأصبح الحقيقة إن هو الطالب بيزود عدد رغباته إلى 60 في مكان اللي هو مكان الأنشطة الطلابية. الورقة اللي بيخلصها وبتبقى معتمدة من السيد الأستاذ الدكتور محمد شجرة اللي هو مسؤول عن المبنى، بينتقل للمكان اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو المكان الخاص بتسجيل رغبات إلكترونية. الحقيقة القاعة هنا مجهزة بعدد من الأجهزة، وعندنا أكتر حوالي 3 قاعات، كل قاعة تستوعب حوالي 25 جهاز. الطالب بيبتدي يدخل البيانات بمساعدة يعني مجموعة من الخبراء في مجال الحاسب اللي هم مدخلي البيانات، بتساعد الطالب ان هو يكتب رغباته اللي نقلها من الورقة إلى جهاز الكمبيوتر. استرابة تم ده يعني اللي تم النهارده اللي هو أول يوم في المرحلة الأولى. برضو علشان يعني تيسير على الطلاب ما يبقاش في تكدس قسمنا لكل يوم فئة من فئات معينة، بحيث الطالب عارف اللي هو حسب مجموعه يجي في اليوم الفلاني. احنا طبعا المرحلة بتبتدي من يوم النهارده أو يوم الخميس، ومستمر معانا بكرة الجمعة فيه السبت والحد، نهايتها الاثنين. دي نهاية المرحلة الأولى. وطبعا الكلام ده بيبقى بعد كده نتائج المرحلة الأولى ما بتتم، نبتدي بقى نخش في المرحلة الثانية والثالثة وهكذا.